السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك ونادي زد في بطولة الدوري المصري. المباراة النهاردة على ملعب استاد القاهرة الساعة 9:30 مساء. مباراة مهمة جدا، مباراة صعبة جدا 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 في مشوار نادي الزمالك في بطولة الدوري بإذن الله. نادي الزمالك بيحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، في حين ان نادي زد بيحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة. لكن فريق زد فريق قوي جدا جدا جدا، والماتش النهاردة على الزمالك مش هيبقى سهل خالص تماما. بالامس الاهلي قدر انه يفوز على نادي سموحة في ملعب برج العرب في الاسكندرية 1-0، ويعتل صدارة الدوري الممتاز الدوري المصري دوري نايل مؤقتا برصيد 36 نقطة. لكن النهاردة في 3 ماتشات مهمين غير ماتش الزمالك. في ماتش سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي، ماتش بيراميدز والمحله، في ماتش حرس الحدود وانبي، وماتش الزمالك وزد. في حين ان فاز النهارده سيراميكا وبيراميدز والزمالك هيرجع مره تانية النادي الاهلي للمركز الرابع، ولو سيراميكا فاز هيبقى اول، الزمالك فاز هيبقى تاني، وبيراميدز هيبقى تالت. هيرجع نفس الترتيب اللي كان عليه قبل بدايه الجوله. الفروقات بسيطه جدا بين الفرق، والترتيب في أول 4 مراكز. الموضوع كله بتتكلم في فرق أهداف أو فرق نقطة. أي فرقة في أي لحظة ممكن تبقى أول، وأي فرقة في أي لحظة ممكن تبقى مركز رابع. لو هنتكلم عن قائمة مباراة النهاردة إن شاء الله: حراسة المرمى المهدي سليمان، محمد صبحي، محمود الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتوح، بن تايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، عمر جابر، محمد إبراهيم باك اليمين. في نص الملعب: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد، إيشو، عبد الله السعيد، شيكو بنزا، أحمد شريف، خوان بتزيرا. وفي خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، سيف الجزيري. وتصعيد المهاجم الشاب المتألق حاليا أيمن أمير عبد العزيز. طيب بالنسبة لغيابات الفريق النهاردة أمام زد، فللأسف بسبب الإصابة في العضلة الضمة محمود الونش. آدم كايد لسه فاضله حوالي أسبوعين. عمرو ناصر لسه مش جاهز. أحمد حسام المدافع لسه مش جاهز. ولوجهة نظر فنية: محمد عواد، سفر وجعفر، بارون أوشنج، أحمد خضري، أحمد حمدي، ومحمود جهاد. المباراة النهاردة مباراة قوية. فريق نادي زد فريق قوي. لو بصينا على نتائج فريق زد الماتشات اللي فاتت، واضح جدا ان هو مش بيخسر. واضح جدا ان هو مش بيخسر. اخر ماتش خسره وكان في بطولة كاس الرابطة، وكلنا عارفين بطولة كاس الرابطة محدش بيهتم بيها، كله بيلعب وبيجرب فيها بلعيبة تانية ولعيبة ناشئين. فبالتالي هو مش فريق بيخسر بسهولة. في الكاس خرج المصري البورسعيدي، والمصري فريق قوي. في الدوري فاز على فاركو 2-0، وتعادل مع المصري في الدوري، وصعد في الكاس على حرس الحدود، وتعادل آخر ماتش مع غزل المحلة 0-0. فبالتالي هو مش فريق بينهزم بسهولة. بالنسبة لتشكيل الفريق آخر مباراة: حارس بتاعه علي لطفي، عندهم خط دفاع قوي في بكري، في ربيعة، عندهم نص ملعب قوي يتمثل في محمود صابر والصغيري ومجاسة، وعندهم خط هجوم قوي، عندهم احمد عاطف مهاجم مودرن سبورت السابق، وعندهم مصطفى سعد ميسي واحمد عادل ميسي. كفايه ان هم هسه عندهم 2 ميسي. وعلى فكره لعيبه كويسه، مش لعيبه وحشه، زي كان احمد عادل ميسي ولا مصطفى سعد ميسي. شفنا مصطفى سعد ميسي قبل كده في سيراميكا كليوباترا، لعيب مميز. وشفنا احمد عادل ميسي في الاتحاد برضو لعيب مميز. واحمد عاطف مهاجم برضو مميز. وعندهم كمان على الدكه لعيبه مميزه زي البنوبي، عبد الرحمن البنوبي، ده لعيب مميز جدا على فكره. عندهم خليل رقم 7، ده لعيب مميز. عندهم كباكا لعيب مميز. يعني كمان عندهم دكه بدله، وعندهم لعيبه افارقه اعتقد مميزين. فالسكواد بتاعهم سكواد قوي مش ضعيف، فريق من الفرق المحترمه. طيب لو جينا على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراه النهارده، فبنسبه كبيره مش هيختلف كتير عن تشكيل مباراه الحرس الاخيره اللي فوزنا فيها 2-0 برأسية فتوح وناصر منسي، الهدفين اللي جم متأخر. بنسبة كبيرة جدا أتمنى وأتوقع إن مهدي سليمان هو اللي يكمل في حراسة المرمى. خط الدفاع بسبب إصابة الونش هيخش مكانه محمد إسماعيل، فيبقى خط الظهر بنتايج وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد إبراهيم باك يمين. أتمنى محمد إبراهيم يكمل، بيقدم أداء متميز على عكس عمر جابر. في نص الملعب هيبقى محمد شحاتة زي ما هو،
وبنسبة كبيرة جدا هنقدر نشوف النهاردة ممكن أحمد ربيع يرجع يلعب بشكل أساسي ومعاهم محمد السيد. يبقى ممكن نشوف محمد شحاتة وأحمد ربيع ومحمد السيد، وقدام هنشوف بتزيرة وعضية دباغ وناصر منسي. يعني هيبقوا تغييرتين من وجهة نظري، أو هي تغييرة واحدة. محمد إسماعيل بس هيرجع مكان الونش، وهيخرج الونش ويخش أحمد ربيع، وهيطلع عبد الله السعيد ويخش محمد السيد. تغييرتين. وأتمنى عبد الله السعيد يكون موجود على دكة البودلة، نقدر نستفيد بيه الشوط التاني أفضل، أحسن ما يبدأ أساسي ويخرج في الدقيقة 60. لأ، أقدر أستفيد في آخر نص ساعة عبد الله السعيد. بالنسبة لي أنا من وجهة نظري أفضل بكتير من إن أنا أبدأ بيه أساسي، لأن دلوقتي عبد الله السعيد ما يقدرش يلعب ماتش 90 دقيقة. فأتمنى ينزل من بين، يعني بين الشوطين، يلعب الشوط التاني، يلعب آخر نص ساعة، آخر 35 دقيقة، يقدر يفيد لي أحسن بكتير. ده التشكيل المتوقع. كل التوفيق للزمالك النهارده باذن الله، ونقدر نفوز. ماتش صعب، ماتش مهم جدا، لازم تكسب عشان تستمر في المنافسه على بطوله الدوري. ان شاء الله الفوز باذن الله، ورانا جمهور الزمالك في الملعب باذن الله. باذن الله نحقق الفوز النهارده. كل التوفيق لكابتن معتمد جمال واللعيبه باذن الله.